السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم خبز التورتيلا اللي كتصايبيه دفعة واحدة، وبالاهم خبز الزرع الدقيق الكامل بدون اي مجهود، يعني بطريقة اللي هي سهلة وبسيطة وناجحة من اول مرة ان شاء الله. ونبداو على بركة الله. عندنا 4 كؤوس من الدقيق، ملعقة صغيرة ملح، 3 ملاعق زيت الزيتون، ملعقة خميرة فورية. وغادي نخلطهم مزيان بسم الماء. انا كفى ليا كاس ونص تقريبا، كاس ونص ديال الماء. المهم هو العجين انه يكون شويه شاد راسو، ما يكونش مرخوف، يكون شويه قاصح هكذا، باش ملي تبغيو تطلقوه ما غاديش يعذبكم ان شاء الله وما يلتصقش لكم. كيف ما شفتوا هنايا انا كملت كاس، وغادي نزيد واحد شويه فقط، يعني ما كاملش نص كاس بالضبط، واحد شويه. وغادي نجمع العجين ديالي كيف ما كتشوفوا. شكل العجين كيجي هكذا، كيجي شويه قاصح قابض الراس ديالو. وغادي نخليه هنايا يرتاح واحد ربع ساعه تقريبا، وغادي نشكلو كويرات. هنا من بعد ما ارتاح واحد ربع ساعه غادي نقطعوا واحد القطع اللي هما صغارين على حساب يعني الخبيزه ديالك، قداش الحجم اللي بغيتي. المهم غادي نشكلهم هنايا كويرات صغارين، وغادي نطلقهم بمساعده دقيق النشا. كيف ما قلت هذا الخبز هذا تورتيلا ديال الدقيق ديال الزرع، الدقيق القمح الكامل اللي عاود طحنته في المولينيكس مع الطحنه، وهكذا باش يجيكم ناجح مزيان مزيان ان شاء الله تعالى. كيف ما كتشوفوا هنايا راه بسهوله كيتطلق، يعني ما كياخذش مجهود اللي كتير، والاهم انه صحي 100%. غادي نحاول نطلقه من جميع الاتجاهات باش يجيني الشكل اللي يكون دائري ان شاء الله. هنا غادي نستمر حتى نهي الكميه اللي عندي كامله، غادي نطلقها بنفس الطريقه ان شاء الله. جربتوه بهذه الطريقه هذه غادي ينجح معكم. الخبز ديال الزرع او خبز التورتيلا. من بعد ما غادي نكمل الكميه ديالي ان شاء الله، غادي نسخن المقلاة اللي تكون ثقيله. كيف ما كتشوفوا انا كنحاول يعني نطلقها شويه، ومن بعد ما تشد راسها من التحت غادي نقلبها مباشره، وغادي نوضع القطعه الاخرى وغادي نحاول نقادها هكا كما كتشوفوا. فهي ما كيتقطع ما والو، يعني واخا ديال الزرع يعني ما شاء الله كيجي زوين وناجح 100% ان شاء الله. من اول تجربه غادي ينجح معكم. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نستمر بنفس الطريقه، يعني فقط كتقبط شويه الراس ديالها كيف ما كتشوفوا. غادي نقلبها ونوضع وحده فوق منها وهي مازال سخونه، ونقلبها الاتجاه الاخر كذلك، ونطلقها طبقه واحده اخرى. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى ننهي هاد الخبيزات اللي عندي كاملين. كيف ما كتشوفوا فهما ما كيلتصقوا ما والو، وكتساليهم في دفعه واحده، يعني ما غاديش تاخذ لك شي وقت لي طويل، يعني تبقاي طيبه وحده بوحده، يعني بسرعه بسرعه كتساليهم كيف ما كتشوفوا هنايا. كما كيلتصقوا ما والو وكيجيو رطبين، وحده على وحده يعني هي كتعطيهم داك الصهد يعني باش كيبقاو رطبين. وهنا من بعد ما ساليت انا درتهم في واحد المنديل وخليتهم باش يبقاو مطلوقين. وهنايا كيف ما كتشوفوا انا درت هاد لاصوص هذا اللي درت ديال المايونيز مع شويه ديال الحار. وندير بالنسبه لهاد الحشوه يعني اختيار، كل واحد يدير الحشوه اللي عنده اللي موجوده. انا درت الحشوه اللي عندي اللي موجوده، ودرت شويه ديال البطاطس والجبن اللي هكذايا، وغادي نديرها على ديال البانيني. المهم هو الخبز ديال اللي قلت ديال الزرع انه ان شاء الله غادي يجي ناجح ويجي يصدق لكم من اول مره ان شاء الله. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.